الخطة نتيجتها مضمونة؟ لا أعرف. مها، ستذهبين غدا مع أمك، هذا قرار نهائي. أمك تريد أن تراك الآن لتشرح لك الأسباب. تشرح لي الأسباب؟ ماذا أفعل بالأسباب أنا؟ هدديها. مها يا حبيبتي، لا تكوني مطيعة. عانديها عانديها يا حبيبتي. لن أنام أبدا. سأتصرف بأسلوب جديد. أرجوك يا ريما اسمعي مني. اتفقنا، هذه الوقحة ستدفع الثمن. أهلا بكما، أرجو أن تشاركانا هذا الاحتفال البسيط. أنا لا أكرهك، أنا لا أحبك. لماذا؟ حرة، أنت بدأت. ما كنت أريد أن أؤذيك.
ماذا؟ وجدت شيئا؟ لا، وأنت؟ ما زلت أحاول. ما رأيك لو ماذا؟ لا أعرف، فكرة سخيفة. قليها على كل حال. لو أكتب رسالة إلى أمي تأخذينها معك. لا تنفع. كنت أعرف. يجب أن نجد شيئا أكبر أهم يؤثر في أبي وأمي معا. أنت أيضا تكتبين رسالة لأبي. أنا لا أجلس على المقعد مثل الناس. ماذا تفعلين؟ أقفز قفزا فتأتي ساقي اليسرى على المقعد. سأحاول، يكون أفضل. وإذا اكتشفت نوال سرنا لن تخوننا، لكن الأفضل ألا تعرف. لن أقل لها شيئا، وأنت انتبهي من جدتي. سأكون صديقة جدي، لن تندمي. مها أختي ريما، إلى اللقاء. لا أتركها تذهب. لن تذهب. مها لن تذهب. وعدت أمي. وعدتها؟ هذه خيانة. طلبت وعدا، كانت تبكي. لا أحب أن أراها وهي تبكي. لن تصدقي في الوعد. أنا لا أكذب. هذه كذبة بيضاء. أنا لا أكذب في جميع الألوان. أما قلت لا بأنك ريما، هذه كذبة بيضاء. ماذا أفعل؟ الخطة. نعم، الخطة ستنجح. قولي لي أنا ستنجح. ستنجح. أنا وأنت سننتصر. لا يبعدني أحد عنك. هل اقتنعت مها؟ تقريبا. ماذا تعنين؟ وعدتني. سناء، هل أنت حاقدة علي؟ أنا؟ أعوذ بالله. أنا حاقد. نعم. سناء، صحيح أنك ما عدت تعنين لي شيئا، وأن حنان هي الآن كل شيء، لكن من المؤسف حقا أن يخيب أمل الرجل في أية امرأة. أنا خيبت لك أملك؟ لا تنسي أني اعتقدت للوهلة الأولى أنك راجعة لتندمي وتعتذر. وفرحت؟ أعترف بأن الفكرة داعبت غروري. هذا كل ما يهمك، غرورك. أي رجل لا يفرح انتصاره على زوجته، وخاصة إذا كان ينتصر في الوقت نفسه على حماته، وعلى هذه الحماة بنوع خاص. وطمعت بموقفي المفترض فأسأت استقبالي. أنا أسأت استقبالك؟ ربما من غير قصد. اقبل اعتذاري إذن. لا أطلب اعتذار أحد.
سناء، قبل أن تختفي من حياتي إلى الأبد عندي سؤال أخير، سؤال يشغل بالي منذ البارحة. اسأل. هل صحيح أن حماتي تغيرت؟ الذي تغير هو أبي. أرجوك أخبريني التفاصيل. ليس عندي الكثير منها، كل ما في الأمر أنه نهرها، صاح في وجهها، ولما قالت أن صحتها قد ساءت كالعادة. نعم، هجم عليها وطلب منها أن تموت. وماتت؟ لا سمح الله. على كل حال هذا خبر مفرح، خبر جميل، وإن كان لا يعنيني. يسعدني أن يقضي أبوك آخر سنوات حياته آمرا لا مأمورا. ألا تظن أن مها تأخرت؟ لا بأس، أخبارك تفرحني. نوال، نوال سيدتي. قولي لمها أن تنزل حالا. اتركيها تودع أخته. لا داعي إلى كل هذا الوداع، كفاهما دلالا. مها، ريما، ريما، مها، حان الوقت. مها، أنت جاهزة للرحيل؟ نعم. أنت مها؟ نعم. إذا كنت أنت مها فلماذا تجيبني ريما عنك؟ هذه ريما وأنا مها. لا، أنا مها. لا تصدقيها. انظري إلي جيدا. تعرفينني أكثر. كنت معك في البيت. أنا مها. لا، أنا كنت مع أمي أداعب شنب جدي. أتذكرين؟ أنا مها. لحظة لحظة لحظة، من فيكما مها ومن فيكما ريما؟ أنا مها، هي ريما. فكرة جديدة، جزء من اللعبة. تريدان أن نعرف أية واحدة مها وأية واحدة ريما. عندي طريقة بسيطة لمعرفة ذلك. لن أسمح لك. سناء، هذه الطريقة مضمونة. لن تضرب أيا منهما، لا أقبل بالعنف. أنا حر في ريما، أنا مسؤول عن ريما، هكذا اتفقنا. سأضرب ريما. سيدي، لا أريد أن... أوه، أنت أيضا؟ سيدي، أنا من رأيك. أخيرا وجدت في هذا البيت من يؤيدني. ريما تستحق عقابا شديدا. لولا عنادها لكانت مها الآن في طريقها البيت مع السيدة سناء. رأيتي؟ سأضرب ريما. أفتحي المجال. سيدي، ماذا تقترحين؟ ماذا بعد؟ مها لا مانع لديها في الذهاب، لكن ريما أقنعتها. سناء مسؤولة عن مها، أنا سأضرب ريما. سيدي، لكن عليك أولا أن تعرف أية واحدة منهما ريما حتى لا تضرب مها خطأ. سأعرف. ريما! نعم. وهكذا رجعنا حيث كنا. من جهتي أجد ريما ومها لطيفتين. هذا لطف. طبعا
ليس من السهل على فتاتين صغيرتين أن تجد مثل هذه الأفكار. حنان، أنت طيبة القلب. قل أني واقعية وأحب الصغار. غريب، لو تعرف ريما ومها كم أنت طيبة. لا عليك، مع الوقت ستفهمان وتقدران. المجلس الحربي مجتمع في الحديقة، سأحاول أن أعرف ما هي آخر القرارات. يجب أن نجد فكرة مضمونة. مستحيل، لكل فكرة مخاطرها. هل من أخبار عن نتائج الاجتماع؟ لا. حين تكتمل النتائج نوصلها إليكم بأنفسنا. أنا أفكر. ريما! عبثا أحاول. لا يزال الفرسان 3 مجتمعين. لا بأس، نعرف القرار في حينه. حنان، هيا نقوم بنزهة. أعصابي ما عادت تحتمل. لا، أفضل أن أنتظر القرار. أنتظر؟ ننتظر. يجب أن أقوم بنزهة. فؤاد، أرجوك، أنا متعبة، لا أقدر على المشي. نذهب بالسيارة. لا، لن أسمح لك أن تقود سيارة وأنت في هذه الحال. إذا انتظريني هنا. انتظر أنت أيضا، سأعلمك كيف تكون ضعيفا مع الصغار. فؤاد، ريما، مها. عفوا، أنا السيدة سناء، أهلا وسهلا، أنا خطيبة فؤاد. فرصة سعيدة آنسة حنان. تريدين شيئا؟ أنا في خدمتك. لا شكرا، كنت أريد أن أسأل ماذا قررت الصغيرتان؟ شقيتان؟ أنت تجدينهما لئيمتين. هذا لطف منك. لا بأس، في النتيجة أعرف كيف أتخلص منهما. لكن فؤاد يعتقد العكس. صحيح، قال لي إنك تحبين ريما كثيرا. هذا ما يجب أن يعتقده قبل زواجنا. لكنك تجازفين. أنا لست غبية. ألا تخافين أن أفضح أمرك أمام فؤاد؟ تفضحين أمري؟ كأنك لا مصلحة لك من ذلك. فؤاد يعرف أني لا أكذب، ويعرف عني ما هو أجمل. على كل حال أنصحك بالمحاولة. اسمعي يا هذه، فؤاد لم يعد زوجي، لكنه والد ابنتين. لن أسمح لأحد أن يصنع شقاءه أو شقاءهما. ليت الأمور بيدك. اطمئني، أنت لا تعرفين من أنا. عرفتني والأمر لا يعني لي شيئا. أما الآن لا يهمني أن آخذ فؤاد منك، لكن لن أسمح لك أن تأخذي فؤاد. ماذا تفعلان؟ نفكر معا. فكري معنا. فكرة. ماذا؟ قولي. نحن التقينا في المخيم. ما علاقة المخيم؟ اسمعي، كرهتك وكرهتني، ولكن حين أصبحنا تحت خيمة واحدة صرنا أعز صديقتين. ماذا تقصدين؟ نشترط على أمي وأبي حتى يذهبا معنا إلى المخيم ونعيش يوما هناك.
فكرة سخيفة. أنا أجدها ممتازة. الخيمة لن تجعلنا أعز صديقتين، بل الاكتشاف التي تم تحت الخيمة. لولا الخيمة لما اكتشفنا شيئا. السيد فؤاد يكتشف أنه لا يزال يحب السيدة سناء. تحت الخيمة وننتصر؟ طبعا، هيا بنا نبلغهم القرار. صدر القرار؟ نعم. وما هو؟ لا يعنيك. عرفتك، أنت مها. كيف عرفت أني معها؟ أنت ريما. لا، أنا لست ريما. لست ريما؟ من أنت إذن؟ أنا نوال. وأنا ريما وأمها. وأنت؟ من أنت؟ أنا العقاب الشديد الذي سيحل بكماه. أنا معجبة جدا بالذكاء الذي برهنتما عنه. كل أمنيتي أن يرزقني الله ابنا أو ابنة بمثل هذا الذكاء. هذه أمنيتنا المشتركة. سيستجيب الله قريبا. هل من الممكن أن نعرف النتيجة؟ نعم. متى؟ بعد خروج هذه المرأة. اسمها حنان. فليكن، المهم أن تخرج. لا تقولي خليط التهذيب يا ريما. الأفضل أن تقول لي يا مها. إذا أنت مها؟ لا، أنا ريما. رجعنا؟ يا آنسة، أما شعرت بعد بأن وجودك يعرقل الأشياء؟ لا تجرح شعورها. سأخرج وأنتظرك في المطعم كالعادة. لا، بل عودي بعد ساعة. تكفيكما ساعة؟ في الوقت الحاضر تكفينا. كم أنت لطيفة يا مها. شكرا. القرار. نوال، قولي لأمي أن توافينا إلى الحديقة. حاضر. بالعالم مش موجودين وموجودين بموطننا ضمنا هالكار وموطننا ما بيضمنا. اوعى تتكنى بالنسر بمثلي حسون تكنى. الجوعان بيركض تيدوق والشبعان بيتأنى. حفلات الزجل اللبناني الأحد الساعة 3:30 بعد الظهر على شاشة تلفزيون لبنان. العالم مش موجود. الناس بتشوف مصلحتها فين وتمشي وراها. انا مش عايز اظهر في الصوره خالص. طب شغلي انا فين؟ ما كانش حد دلوقتي قدر يفتح بقه. انت عاوز تفلسني؟ عرفت منين انه اقتنع بكلامي؟ هي مراته صاحبة المستشفى. أنا اتفتحت لي طاقة القدر النهارده. ده حوت ومحدش عارف هو بيفكر ازاي. يعني تقدر في أي لحظة تستغنى عنها. بس انت اللي اخترت طريق الفرات يا فاروق. القرار يوميا 10:03 المساء على شاشة تلفزيون لبنان. قرارنا هو التالي: بما أن الخيمة جعلتني أحب أختي مها أو ريما، وبما أن الخيمة جعلت أختي مها أو ريما تحبني، بناء على ذلك نقرر. لا تقول الأختان من ريما ومن مها إلا بعد أن يوافق الوالدان على الشرط التالي: يذهب جميع أفراد العائلة السعيدة إلى البرية ويقضون يوما كاملا في خيمة يعيد إلى قلوبهم البهجة والسعادة. وإن لم تنجح الخطوة تقول كل فتاة اسمها الصريح والواضح. هذه هي الفكرة؟ لم تعجبك؟ مع أني أعرف أنك ريما. مع أني لم أقل لك اسمي. كما تريدان ننصب تلك الخيمة. ألا تريان أنكما تبالغان قليلا؟ خيمة بعد كل العذاب؟ أمي، أنتما بلغتما كثيرا قبلنا، كان عذابنا أكبر. أنا لن أذهب. أحسن، نبقى معا في البيت، في بيتنا.
لا تغضب يا فؤاد، كله يوم ويمضي. لا أعرف يا حنان، لا أعرف ماذا كنت أفعل لولا وجودك بقربي. ابتداء من الغد ستجدني بقربك، وأعدك يا فؤاد أني لن أتخلى ولا عن واحدة من ابنتيك الجميلتين، حتى لو استمرتا في تعذيبك. الزوجة الصالحة لا تتذمر، مهما فعلت ريما ومها أمنع نفسي حتى من إطلاعك على الأمر. حنان، أهنئ نفسي بك. فؤاد، لا تبالغ. حتى الآن لا يزال كل شيء بأيدينا. انتبها، السيد فؤاد لا يزال يحاول أن يعرف ريما من مها. لا تفرحا كثيرا بانتصارنا، المهم لم يتحقق بعد، خاصة أنت منذ قليل كاد يعرف أنك مها. ما بكما؟ ألست مها؟ لا أعرف. فؤاد، لن أذهب معكم. والشرط؟ اتركوه علي. تقدرين أن تغيري الشرط؟ قليلا. قليلا؟ كيف؟ سأقترح عليهما أن تذهب الآنسة حنان مكاني. أنا؟ طبعا. ألا تحبين ريما ومها كثيرا؟ بلى، لكن لا أسمح لك أن تقولي لكن، وإلا اعتقد فؤاد أنك تضمرين للصغيرتين شرا. أنا لا أضمر شيئا، لكن راجعنا إلى لكن. حنان، أنت قلت لي إنك ستحاولين تقريب ريما ومها إليك. الخيمة مناسبة رائعة. نعم رائعة، إنما مثل لكن. حنان، كل الأغراض جاهزة؟ تقريبا. ما رأيك برقصة في البرية؟ يظهر أنهما لا يتأثران بالرقص. أنا أحب الرقص. تحبين الرقص؟ طبعا، لذلك لن أذهب معكم. أمي، لا تحاولي، هذا قرار نهائي. كما تريدين، نبقى في البيت. ستذهبون إلى تلك الخيمة ولكن بدوني. لا ينفع، 3 لا يكفون للرقص. لن تكونوا 3. تريدين أن تذهب معنا نوال؟ بل أريد أن تذهب حنان مكاني. حنان؟ لماذا؟ تريد أن ترقص. هي ترقص مع أبي؟ هذا ضد أهدافنا. حسب نوع الرقصة. من جهتي لا أرى مانعا. الرقصة التي في بالي تناسب الآنسة حنان، وأنا في بالي رقصة مثلها. أمي، أنت أفضل مصممة رقص رأيتها في حياتي، وخاصة في اختيار راقصين. لا تنسوا الطعام هنا. هيا بنا. سيدتي، أنت ذكية. لست أذكى منهما، فهمتا قصدي أكثر مما أردت.
حنان ساعدينا، هذا عمل ممتع. من أين أتت تلك الضفدعة؟ هي هما أبي الآن سكنت قرب الماء والضفادع تعيش هناك، ثم من يخاف من ضفدعة؟ الضفدعة لا تؤذي أحدا، الناس يأكلون الضفادع والضفادع لا تأكل الناس. الضفادع لا تطير، كيف سقطت علي من فوق؟ الضفادع تقفز كأنها تطير. كفى! حنان ما بك؟ البعوض يأكلني، ليتني ما جئت. أنسة حنان، هذا الدواء نستعمله ضد البعوض. شكرا. ماء وسكر أفضل ما يشتهيه البعوض. سيدتي، الطعام على النار. اتركيها على نار خفيفة. هل أنت واثقة أنهم سيرجعون؟ طبعا، وأريد أن يجدوا العشاء جاهزا. ولكن الاتفاق ينص على يوم كامل. هذا اتفاق قد لا يصح. أرجو ذلك من قلبك. فؤاد، ما أغباك يا حبيبي؟ أما انتهى دورة الحراسة بعد؟ أنسة حنان، أنسة حنان، جاء دورة الحراسة.
حنان ما بك؟ هو عندهم هما اهدئي يا حنان انظر اهدئي يا إليهما حنان. انظر إليهما تعبت. أنا أريد أن أقتل، أريد أن أضرب. هذا لم أتزوج بعد حتى أتصرف. سليم الفاشل لم يعرف كيف يضغط عليك. صدقت أني أحبك، صدقت أني أحب هاتين الشقيتين. أنا أتمنى موتهما في كل لحظة، أتمنى أن أتخلص منهما في أقرب فرصة. صدقت أني أحبك. أنا أكرهك، وأكره كل شيء يتعلق بك. اذهب وراءها، انتهت لعبته. أنا معها وهذه ريما، ماذا ستفعل؟ سيدتي رجعوا. قولي لهم إن العشاء جاهز. تفضلوا بالجلوس، الطعام بانتظاركم. كنت تعرفين؟ كيف عرفت؟ عرفت ماذا؟ أننا سنرجع. أنا أشرح لك. كانت تعرف نوايا تلك المرأة. يجب أن يعرف. حنان قالت هذا. كانت تعرف أنها لم تصدقني. سناء، سناء، أنت أكيدة أن أمك تغيرت؟ انتظرا، ما زلنا هنا. اتصلت بأبيك البارح. صحيح؟ لماذا لم تخبرني؟ كنت نائمة حين حصلت على الخط. ماذا قال لك؟ دعوته لقضاء يومين بيننا. ووافق؟ كاد يوافق. كاد؟ أمك كانت قرب الهاتف فقالت إنها سترفض. خسارة. سمعته يصيح بها بعد أن أبعد فمه عن السماعة، ثم عاد وأكد لي أنهما يصلان غدا. غدا؟ هذا خبر رائع. لا تنسيا، هذا هو اليوم الأول من العام الدراسي،
في المدرسة لا نلعب ولا في الطريق. أخيرا إلى المدرسة. ألا تشعران معنا؟ ألا تصليان لأجلنا؟